من بين جميع المهن اللي بيحلم الأطفال إنهم يشتغلوها هي مهنة رواد الفضاء، وده حلم الكبار والصغار إنهم يخرجوا من الكوكب ده ويكتشف بنفسه أسرار الفضاء. بس ما تعرفوش إيه اللي بيعانيه رواد الفضاء، لأن الحياة في الفضاء مختلفة 180 درجة عن الحياة على الأرض. والنهاردة هقول لكم على أغرب 10 حاجات المفروض رائد الفضاء يعملها عشان يعرف يخرج من الكوكب. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. على الأرض اتعودنا إن اليوم 24 ساعة، بننام لما الشمس بتغيب ونصحى لما الشمس تطلع. لكن في الفضاء ممكن الشمس تطلع وتغيب 16 مرة في اليوم، وده بيطلب من رواد الفضاء إنهم يدربوا عقولهم وأجسامهم إنهم يحافظوا على الساعة البيولوجية وهي 24 ساعة، والنوم والصحيان بانتظام. بالعودة لعمليات الإطلاق الأسطورية سنة 1969 بلغ رواد الفضاء عن رؤية أضواء وأومضة غريبة بيشوفوها حتى لما بيغمضوا عيونهم. الأضواء دي بيسموها أضواء الجنيات، وفي اللي بيسموها الألعاب النارية لأن ضوءها شديد جدا. بسبب انهم مضطرين يمارسوا الرياضة لمدة ساعتين، وده غير المعتاد، وده بيخليهم يعرقوا اكتر في الفضاء. وبسبب ان مفيش جاذبية في الفضاء ده بيخلي العرق بيبقى طاير في الجو، وده بيخليهم يتعاملوا معاها بمنشفة عشان ما تتجمدش. في بيئة منعدمة الجاذبية ممكن رائد الفضاء ينام على السقف لو عاوز يعمل كده، بس عشان ما يحسش بالارتباك والاحساس بمتلازمة الطرف الوهمي وهو الاحساس الوهمي بالبتر، بيخليهم يربطوا نفسهم بجدار جوا كيس نوم. ممكن تفتكر موقف يخليك تبكي. ما يقدرش رواد الفضاء انهم يخرجوا الدموع من عيونهم وبتفضل في مكانها، وده بيخلي الرؤية مشوشة. بسبب انعدام الجاذبية ده بيخلي رائد الفضاء انه لازم ينظف انفه باستمرار، لان ده بيخليه يحس كأن عنده برد باستمرار. من التدريبات اللي المفروض يعملها رواد الفضاء هي الصيانة والتجميع المستمرة في بيئة بتحاكي بيئة الفضاء متصممة تحت المية. المفروض ينزل فيها رواد الفضاء لمدة بتوصل ل7 ساعات في المرة الواحدة. طول البركة دي 62 متر وعرضها 31 متر وعمقها بيوصل ل 12 متر، وفيها حوالي 6.2 مليون جالون من المية، وده بيوفر للمتدربين مساحة كبيرة لمحاكاة المشي في الفضاء وحاجات تانية. لما تتكلم عن التحديات اللي تحت المية، في نشاط تاني مطلوب من رواد الفضاء يعملوه في وقت مبكر من تدريبهم، وهو السباحة في حوض بطول 25 متر بشكل مستمر بدون توقف، وهم لابسين الجزم وبدلة الطيران اللي بيوصل وزنها 113 كيلو جرام. بسبب ان مفيش جاذبية معناه ان الضغط على رائد الفضاء مش بيحسسه بالضغط على المثانة زي ما هو في الارض. وعشان يحلوا المشكلة دي رائد الفضاء بيلبس احيانا بامبرز زي الاطفال، بس دي اتصممت مخصصة ليهم. بسبب ان رواد الفضاء دايما عندهم برد وانفهم بتبقى مسدودة من البرد، ده بيخلي حاسة الشم تقل في الفضاء، وده معناه ان حاسة التذوق برضو بتقل، وده بيخليهم ما يحسوش بالاكل اللي فيه شطة. قول لي ايه اكتر حاجة استغربت لها. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.